هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم فيديو جديد. اول حاجه تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. فيديو النهارده هو بيعبر عن حاجه جوانا احنا، والمشكله بتبقى جايه مننا احنا، وهي ان التعلق مش هو الحب، وان مش كل شخص بشوفه يقول لي كلمه. شخص بص لي بصه، اي شخص بيعمل اي تصرف مش قصده او بقصده. صاحبي او زميلي في الشغل بيعمل حاجه، قال لي كلمه معينه مثلا، يعني بيشجعني مثلا. انا بقى ده الشخص ده اكيد بيحبني، الشخص ده اكيد مش عارفه. هو قال كده، هو عبر بكده. لا، لو هو معبرش يبقى ما تاخديش بقى انت في دماغك نقعد نحول كل الحاجات دي ونقول ان الشخص ده فعلا بيحبنا، او الشخص ده قال عايزنا، والشخص ده معجب بينا. لا، عادي، في ناس بتبقى معجبه بتصرفاتنا، في ناس بتبقى معجبه بينا كشخصيه، بس مش معناه ان هم بيحبونا، ومش معناه ان هم عايزيننا، ومش معناه ان هم معجبين بينا ولا الكلام ده كله. هو اصلا سبب التعلق بيجي من فكرة ان انا عندي فراغ داخلي، انا من جوه فاضية، فراغ داخلي، عنديش مشاعر كفاية واخداها من بيتي مثلا. فاول ما شخص يقول لي اي كلمة هتعلق بيه واحبه واعمل سيناريوهات. زي مثلا الناس المراهقة اللي هي عندها 16 15 سنة 14 سنة، اول ما شخص يبعت لها على الواتساب مثلا ولا على اي حتة انا بحبك وعايزين نفضل مع بعض ومش عارفة ايه ونرتبط، فيعملوا كده. ليه؟ عشان هم عندهم فراغ من جواهم. الفراغ الداخلي ده هو المشكله فيه، هي بقى اللي بتسبب لنا ده. هو ده النابع، ان احنا اول ما حد يقول لنا كلمه يبقى الشخص ده اكيد بيحبنا، والشخص ده اكيد معجب بينا، والشخص ده اكيد هنديله الثقه الكامله. وده اللي بيحصل بعد كده، بنيجي نتخدع في الناس ديت وبنقع، وبعد كده نتجرح، وهكذا بقى، ولف بينا بقى دنيا، بسبب اننا اي شخص بيقول اي كلمه بنصدقها. وبنصدقها ليه؟ عشان احنا عندنا فراغ جوانا، مفيش امان. مفيش مشاعر مثلا حب كفايه اخدتها في بيتي، مفيش احتواء كفايه اخدته من بيتي، من مامتي او بابايا او اخواتي او كل اللي حواليا. فبالتالي بنطلع بقى ده بره بقى على الناس. اول ما حد يقول لي اي كلمه يبقى الشخص ده اكيد معجب بيا، الشخص ده بيحبني. اقعد بقى اتخيل انا سيناريوهات غريبه، وان مثلا الناس دي اول ما تعمل لايك مثلا على ستوري، او الشخص ده مثلا شافني مثلا فقال لي اي كلمه مشجعه، انا بقى على طول السيناريوهات تشتغل اللي بنحطها في دماغنا، ونقعد نتخيل حاجات غريبه كده. وده مش موجود. وده في الفعل في ناس كتير قوي ده بترسم خطط في دماغها، وبعد كده ترجع تقولك الناس دي خاينه، الشخص ده مش قد كلامه. انا جيت قلتلك كده؟ لا. يبقى مش كل شخص بيقول لنا اي كلمه نتعلق بيه، مش كل شخص بيقول لنا حاجه صغيره ممكن شخص يكون قصده ان هو يتلاعب بيكي وبمشاعرك نصدقه، ونقول خلاص الشخص ده هو اكيد ان شاء الله يعني العوض ومش العوض، والكلام اللي بنسمعه كتير قوي ده وبنشوفه. وبعد كده نلاقي نفس الاشخاص منزلين ان الناس دول خاينين. اذا ما انا ما اعترفتش وقلت لك كده انا بحبك، او انا قلت لك ان انا عايزك في حياتي، يبقى مش كل شخص بقى يعني اعرفه يقول لي كلمتين اتعلق بيه. دي مشكله عندك انتي. هتقولي طب ايه حلها؟ هقول لك حلها بهدوء وببساطه على كذا حاجه. اول حاجه انك تعترف ان انت عندك مشكله، وان انا عندي من جوايا فراغ داخلي، وحاسه ان انا مش ممليه كويس، وحاسه ان انا فعلا من جوايا مش كفايه، يعني عنديش حب كفايه جوايا، او انا ما حدش احتواني كفايه وانا صغيره او عموما. تاني حاجة بقى، وهي ان احنا بنشتغل جدا جدا على نفسينا، نشتغل ان احنا نطور من نفسنا، ان احنا نقرأ، ان احنا نسمع حاجات، ان احنا نسمع فيديوهات تطوير الذات، ان احنا بنشتغل على كل حاجة. بنطور من نفسنا، بنطور من اكلنا، بنطور من لبسنا، بنطور من صحتنا. احنا بنشتغل على نفسنا كليا، بيبقى نسخة جديدة من الاخر. بس لا، كمان الشخص ده لو في شخص بقى معين يعني بعينه بقى، مش بقى كل شخص يقول لي كلمه اقول بقى الشخص ده بيحبني والشخص ده بيموت عليا والناس كلها عايزه ان انا مش عارفه اكلمهم، والناس كلها نفسهم ان انا بس ابص لهم، والكلام اللي هو بنسمعه كتير قوي من بنات كتير، اللي هو بتحس اللي هي ايه، هي محور الكون يعني. لا، لو في شخص بقى بعينه، لا تعمل له بقى بلوك، تمسحيه من عندك، ما تشوفيش اي حاجه ليه، ما فيش بقى، ما بتردلوش على اي حاجه، اكنه مش موجود. احنا مش بنكرف له، لا، هو اكنه مش موجود وغير ما دخلش حياتنا. اذا ما انا علقت قوي نفسي قوي بالشخص ده، والشخص ده ممكن يكون زميل بس في الشغل، ولا اكتر ولا اقل بالنسبه له هو، بس بالنسبه لك انت بقى عملتي حاجات تانية في دماغك وعلقت نفسك بيه قوي لدرجه ان انت مش مستغنيه ان انت ما تشوفوش، او مش مستغنيه ان انت لو ما عملكيش لايك على الستوري تخش تقولي له هو في ايه، هو انت زعلان مني، هو انت متضايق مني.
الكلام ده بقى. فاحنا بنمسح الشخص ده شويه من حياتنا، بنمسح بيه اي احاسيس. في ناس موجوده عشان تعلقنا وتلعب بمشاعرنا. احنا مش اول ما هنعمل كده، مش الكلام سهل. مش اول ما نعمل بلوك، ولا اول ما نتخلع مثلا صاحبتنا اللي كنت متعلقه بيها قوي وقالت لي كلام كتير قوي خلتني اتعلق بيها، بعد كده طلعت من حياتي وسابتني، خلاص كده انا هقعد اقول خلاص انا عملت لها بلوك ومسحتها من حياتي فانا هبقى ارجع كويسه. لا لا، مفيش كده. وانا بقولك هنفضل متضايقين وبنفضل بنفكر في الشخص وبنفضل برضو متعلقين بيها، بس لازم حبة بحبة نقطع مشاعر. أول ما نيجي نفكر فيه احنا بنشتغل بحاجة تانية. الحاجة التانية ممكن يكون شغل، ممكن يكون دراسة، ممكن يكون مثلا بقرا كتاب، أحسن من إن أنا أقعد أفكر فيه وأعمل أحاسيس تانية تربطني بيه أكتر. تمام، فده مهم قوي. مش سهل خالص إن احنا نطلع شخص من حياتنا، بس ده لازم. كمان أكتب أهداف ليا عايزه اعملها وابدا اشتغل عليها. ولما عموما يعني هنشتغل بالحاجات اللي عندنا ويبقى عندنا كذا حاجه، مش هيبقى عندنا وقت بجد خالص ان احنا نتعلق باي شخص، مش هيبقى يعني فاضيين، ولا هنبقى اللي هو الشخص اللي هو مستني اي حد بس يقول له اي كلمه عشان يقعد يرغي ويتكلم فمان اللي هو فاضي يعني. فاكتبي اهداف، اعملي حاجات، اشتغلي على جوه، اتعلمي ازاي تحبي وازاي تفرقي بين الحب وان انا بتعلق بشخص بيقول لي اي كلمه عشان انا بس جوايا فاضي. املي الفراغ اللي جوه ده، اشتغلي انك تمليه بحب، اشتغلي انك انت اللي تدي لنفسك الحاجات اللي الشخص تاني او اهلك في البيت ما رضوش ان هم يدوها لك ام قصد او بقصد. فانت الوحيده اللي فعلا متضرره، ومفيش شخص كده كده ابدا حتى لو هو بيحبك هيجي يصلح الجروح دي. كده كده اللي حصل حصل، انت اللي بتتعافي. ممكن اتعافى بتصرفات شخص مثلا معايا، بس لو انا من نفسي ما اعرفش انا عندي مشكله وعالجتها، مهما كان اي شخص هيدخل في حياتي بسرعه يلا الشخص ده قال لي بيحبني جاب لي هديه مش عارفه يبقى هو الشخص ده بقى خلاص انا بتعلق بيه قوي. فلازم تحل مشكله التعلق لان هو هتتعبي كتير قوي على مدار حياتك كلها. ومهم قوي اني مش اول ما اخلص من شخص معين وعملت له بلوك وطلعته من حياتي وقطعت بيه علاقاتي اروح بقى عامله دخل شخص تاني بسرعه يلا اللي بعده. لا يا حبيبتي، هو احنا مش بنشتري حاجه. لا، انا بقعد وبهدي مشاعري وبفصل وبشتغل على الحاجات دي لغايه ما ابقى احس ان انا كويسه ان انا ممكن ادخل في علاقه تانية. لو علاقه مثلا شخص مثلا زميل هتعرف عليه كمعرفه بقى اللي هي نبقى بيست فريند والكلام ده. لكن مش كل شخص بنخلص منه وبنخلص التعلق منه نلحق نجيب اللي بعده بسرعه وبرده يقول لنا كلمتين تلاته نتعلق بيه، وهكذا بقى نقعد في نفس الدايره دي كلها. ليه؟ عشان انا من الاول ما مليتش الفراغ الداخلي اللي جوايا ولا اشتغلت ان انا اعالجه عشان لما يدخل شخص ابقى انا كويسه وسويه ومش عايزاه يديني حب بسرعه وزياده قوي عن اللزوم. وانتي مش هتعرفي تدي لحد حاجه طول ما انتي جواكي فاضي من المشاعر والحب والاحتواء وكل الكلام ده كله. وكمان اخر حاجه، خدي بقى بريك. يعني بجد خدي بريك، افصلي افصلي. يعني افصلي بقى من اي حاجه كده وهدي دماغك وشوفي انتي واصله لفين وهتوصلي لفين. طب انا عملت ايه؟ طب انا ما عملتش ايه؟ طب انا المفروض اعمل ايه؟ عموما اتعلمي بقى من الموقف ومن الاشخاص اللي بيدخلوا حياتك دلوقتي وبتعلقي بيهم بسرعه، وان المشكله خلاص تمام انا هحلها وهجيب ورقه وقلم مع نفسي وهقعد اكتب الحاجات اللي بتعلق بيها والحاجات اللي انا بتخليني بسرعه ليه اتعلق مثلا باي حد يقول اي كلمه. هل عشان مثلا جوايا فاضي، ولا مثلا عشان انا شخص طيب، ولا عشان انا شخص مثلا اي حد يقول لي حاجه بصدقه، ولا انا بثق في الناس بسرعه؟ اعرفي الاسباب، اعرفي مش لازم يبقى فراغ داخلي بس اعرفي الاسباب عموما عشان تتخلصي من الحوار. ومش كل ما شخص يدخل في حياتك يحصل لك نفس الحوار ايا كان الشخص ده. ممكن يبقى صديق او صديقه او واحده صاحبتك بتقولك اي كلام فانت بتصدقيها على طول، وان انت لو قالت لك انا مش هبعد عنك يبقى هي مش هتبعد عنك والكلام دوت. فانت لازم انت تشوفي المشكله جايه منين وتعالجيها. واخر حاجه تاني باكدها ان التعلق مش هو الحب. مش انا بتعلق بحد يبقى انا بحبه. انا ممكن اكون بتعلق بيه عشان بيقول لي كلام حلو او عشان خاطر مثلا بيعرف يعمل اللي انا عايزاه. مش فكره بقى ان انا مش فكره ان هو بيحبني او انا بحبه. هو ممكن يكون بيعمل الحاجات دي كزميل، انت بقى مش بتحبيه بس انت متعلقه بيه. فرقي بين النقطتين. اشوفك في فيديو جديد، باي باي.